يا سبحان الله يا سبحان الله. عشت وشفت اليوم اللي مذيعة الصوت الشتوي والصوت الصيفي والفينيقي والفرعوني تقول لمحمد صبحي الزم حدودك. والله عشنا وشفنا. انت مين يا ماما؟ انت تاريخك ايه؟ وسبحان الله سبحان الله، هي وعمرو اديب بيقولوا نفس الكلام. هي تقول له مش هننسى موضوع السواق، وهو مش هننسى موضوع السواق. زي ما يكون سيناريو كده متوزع عليهم، او حاجه حافظينها هما الاتنين ومتفقين مع بعض عليها. هي تقول له مش هننسى موضوع السواق، وعمرو اديب يقول له مش هننسى موضوع السواق. اصله اجرم الراجل اجرم. علشان السواق اللي كان قاعد على جنب بيشرب شاي وعمل نفسه ان هو في الحمام، والكاميرا مصوراه وجايباه وانا شفتها بعيني. وفي الاخر هوبا هوبا نلاقي السوشيال ميديا اتملت بفيديو محمد صبحي وهو عمال يشخط في السواق ويقول له هات المفتاح وبتاع ومش عارفه ايه، وازاي محمد صبحي يتكلم كده، وزي ما يكون حمله معموله عليه. يا سبحان الله يا سبحان الله. وعلى فكره محمد صبحي يا جماعه، محمد صبحي بجد اتعرض عليه 4 مليون دولار عشان يعرض مسرحيه تخاريف في الموسم الترفيهي بتاع الرياض، وهو رفض. رفض ليه يا جماعه؟ لانه قال لك انا مش مرفهاتي. هتقولوا مشخصاتي، هنقول ماشي، بس على الاقل هو بيحترم فنه. ومحدش يقول لي لا محدش رضى بيه او محدش جابه او محدش قال له. ايه اللي هيمنعهم ان هم يقولوا لمحمد صبحي؟ ايه اللي هيمنع ان هم يقولوا لمحمد صبحي تعالى اعرض المسرحيه بتاعتك، اذا كان هم قالوا للي اقل منه وراحوا وعرضوا مسرحياتهم وعرضوا فن وخدوا الدولارات ورجعوا. وعشان محدش يزايد على كلامي، انا بحب السعوديه. ايه رايكم بقى؟ انا بحب السعوديه كده تحس انها من البلاد الجدعه اللي واقفه في ظهر اخوها. اللي انا بتكلم على مصر او في ظهر اختها. يعني السعوديه كده انا بحس ان هي ومصر اخوات، ده بجد. فعشان ما حدش يزايد على كلامي، لكن احنا هنا بنتكلم عن اشخاص مش عن بلدان ومش عن دول. اوكي؟ فحضرتك لما يا بتاعت الصوت الفينيقي لما تيجي تقولي لمحمد صبحي الزم حدودك، يبقى عشنا وشفنا، فعلا عشنا وشفنا اليوم ده بجد. محمد صبحي قيمة وقامة، محدش يقول لي هو مش نبي ولا شيخ. هو فعلا مش نبي ولا شيخ. انا يا جماعة بتكلم عن الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. انا شايفة ان هو بفنه راجل محترم، احترم فنه، قدم لنا فن محترم. عمل يوميات ونيس، علم ولادنا ازاي في ده يعملوا ايه وازاي في ده يعملوا ايه. المسلسل ده عمره ما فشل انه يضحكني ابدا ولا لحظة. في هنا القاهرة، فيلم هنا القاهرة اللي عمله مع سعاد نصر بيتكلم عن زحمة القاهرة وإن إحنا لازم نروح نعمر الصحراء. في سنبل بعد المليون برضو بيتكلم عن إن إحنا لازم نروح نعمر الصحراء. يعني ليه أعمال فعلا تحترمها فعلا، وتحس إن هو بيقدم فعلا فن محترم وكوميدي في نفس الوقت. ما هو ساعات بيقول لك شر البلية ما يضحك. وحضرتك يا بتاعت الصوت الشتوي والصوت الصيفي، عرفينا تاريخك ايه؟ انت مين؟ ولا انتوا قبضتوا؟ صح، انت فعلا قبضتي زي ما حبايبك التانيين قبضوا، اللي اشتغلوا لجان. وزي حبيبك اللي طلع برضو يتكلم عليه برضو. ما هو انت شغالة في قناة بتقبضك بالدولار. انت قبل كده كنت شغالة في قناة مغمورة، ما كانش حد بيسمع لك حس. دلوقتي ليكي حق تقولي الزم حدودك. ما انتوا بتقبضوا حلو، مش كده؟ يلا حبيبتي.